وما خفي كان اعظم. يعني طارق حبيب اهله، تمام، كان شاذ جنسيا، علاقة على ابن عمه المصون وهما في الاعدادي، ضحك عليه يا عيني، حرامي. لا وايه، حرامي بشرف، بيسرق الجوامع، ما بيسرقش اي حته، معلش ابننا متربي. وزعلانين عليه وطالعين تدافعوا وتقولوا هنرفع قضيه على اللي نزل الصور. لا بجد انتوا ناس لطاف جدا. طب بدل ما كل الكلام ده واللي احنا وصلنا له دلوقتي كنت ربوا ابنكم، كنت لموه من الشوارع بدل ما تطردوه وترازونا بيه وترازوا اسره احمد محمد سعد بيه. جايين دلوقتي مش عايزين تسكتوا وبتتكلموا. طب احنا سكتنا وقلنا يلا، الناس كده كده اتبرت من ابنها، هو بيقولك احنا ملناش دعوه بيه، فايه نجيب سيرتهم؟ محدش يا جماعه يجيب سيرتهم، هي الناس في حالها ومتبريه من ابنها. قلنا بس مره واحده انتوا يا ريتكم كنتوا ربيتوه بدل ما ترموه في الشارع وتبتلونا بيه. مش نسكت على كده، مش تقفلوا عليكم بابكم وتتكسفوا من الجريمه اللي ابنكم عملها، وفي الاخر طالعين تقولوا اصل احنا هنرفع قضيه، وانتوا ليكوا الحق اصلا انك تتكلموا. صورتكم اللي انتوا زعلانين فيها دي كانت في مسرح جريمه ابنكم ارتكبها، فمن حق اللي كان بيصور الشقه يصورها معاه. احنا مش لازم نعرف هو طارق ده اتربى في محيط ايه، كان بيعمل ايه، مين اخواته، من اهله، يمكن سلسال الاهل اصلا كله اجرام. احنا مش مهمتنا هنا كده على المنصات ان احنا نناقش كل قضية ونعرضها بشفافية عشان يتعلموا منها الرأي العام، يفهموا قصص الجريمة ايه، دوافعها ايه. بس هنقول ايه، الطبع غلاب. اهلا بيكم على قناة العرافة في حلقة جديدة من قواضي الرأي العام، وبالاخص قضية احمد محمد سعد. والحلقة دي بالذات يا للهول من الفضايح فيها، والغريبة ان الناس لسه عندها العين تطلع وتقولك ارفع قضية. ابنكم كان شاذ، ابنكم كان ليه ميول اخر مع ابن عمه اللي حضراتكم قاعدين معاهم في بيت واحد. يعني اطمني على بقية العيلة بقى، بدل ما تقولوا اصل احنا هنحاكم الناس، حاكموا نفسكم اول، حاكموها وقفوا لنفسكم. انا لو منكم ابقى الجلاد لنفسي احسن. انا معرفتش يعني، طبعا بعد الشر عليا وعلى كل اللي بيسمعني، بس انتوا معرفتوش تربوا ابنكم، رميتوه في الشارع في سن مراهقة، سبتوه يتمرمط من هنا لهنا ويبيع حتت من جسمه عشان ياكل ويشرب وينام على الرصيف لحد ما تحول لوحش كاسر. مش فارقة معاه حاجة، راح ابتلى الأسرة تانية، ابتلاها في أعز ما ليها ضناها، مثل بالولد، أخد أعضائه وما تهزتش ليه شعره. كل ده انتوا السبب فيه. مهما كان الابن عاق، مهما كان هو فيه ايه، كنت اربيه في بيتي احسن ما ارميه للشارع. كنت ابتلى انا بيه كاهله ولا ابتلي ناس تانية بيه. مش دي خلفتكم، مش دي تربيتكم. ما يخصناش بقى هو مرمي في الشارع من امتى، ما انتوا اللي رميتوه. زعلانين ليه دلوقتي؟ احنا مش قلنا احنا اتبرينا منه؟ انتوا مش قلتوا كده صح؟ احنا متبرين منه، مش هنرفع له محامي وربنا ياخده عشان نرتاح. ايه اللي مزعلكوا دلوقتي؟ لا وطالعين تقولوا اصلي نزلوا صورتنا، صورتكم اللي انتوا زعلانين دي في مسرح ابشع جريمه شفناها الايام دي. الولد اتقتل واتخنق واتسرقت اعضائه واتفرغت اعضائه من جسمه كلها في الشقه جنب صورتكم بالظبط، من ابنكم المصون المحترم اللي انتوا زعلانين. احنا هنا لما بننزل صور وبنعرض حياة الشخص، احنا هنا مش فضيحة لان هو اصلا مفضوح، احنا بنتكلم اساسا على ناس مفضوحة. احنا هنا بنعرض حقائق للتعليم وان احنا نكتسب خبرة وان احنا نتعلم من كل جريمة ايه دوافعها عشان ما تتكررش تاني في مجتمعنا. لما قلنا مثلا هديكوا امثال، احمد شحتة قاتل
قلنا ابوه ازهري وهو ازهري، هل ده يمنعه انه يكون مجرم؟ لا. عوامل الحياة بتكتسب للاشخاص حاجات ما نتوقعهاش حتى لو مربين ابننا احسن تربية. مع التطور والاصدقاء، لما قلنا احمد فرج ابوه غلبان وكل اخواته ناس محترمة وابوه راجل محترم وعلى قد حاله، ونزلنا صورهم واتكلمنا بكل صراحة ان ده عنده اب كويس ودي عندها اهل معرفوش يربوها زي ايمان، وان احمد فرج ابوه غلبان. بس الناس اتكسفت، ما طلعتش تقول اللي انتوا بتعملوه ده غلط، لان امهم وابنهم مجرومين فعلا، ابنهم يستحقوا كده. بس في نفس الوقت كنا بنطلع نهاجم اللي بيهاجم اهالي المجرمين. بنقول ايه؟ ما باليد حيلة، كبروا ربوهم صرفوا عليهم كانوا متابعينهم جوزوهم، هيعملوا ايه اكتر من كده؟ انما انتوا غير دول خالص، انتوا ربيتوا ابنكم من وهو في سن المراهقه عشان ما عرفتوش تربوه، ما قدرتوش عليه، ما قدرتوش عليه، كنتوا تودوه مصلحيه اسمها ايه دي، حوادث احداث دي، ولا حد يربيه هناك، كنتوا تروحوا سلموه لاي ملجأ يمكن هم يفلحوا في تربيته، فيها ناس صالحه للتربيه. ايه اللي مزعلكوا دلوقتي؟ يعني مش فاهمه. ابنكم في فضايح النيابه اكتشفتها بالكوم، ابنكم حتى لما فكر يسرق ساب كل مصر وسرق جوامعها. يعني ما ده هو ولا انسان ولا في ذرة رحمة. هل البني ادم الطبيعي بيتولد كده؟ في اي حد اتولد كده؟ ولا دي اسس بتتزرع فيه من هو صغير من اهله، حسب التربية، حسب النشأة، حسب المعاملة اللي كان بيتعاملها، وهنا بيبدأ يتزرع النبات اللي هيحصدوه اهله وهو كبير. وانتوا بصراحة زرعتوا وما حصدتوش، وزعلانين من جزء قد كده حصدتوه ان صورتكم نزلت. اللي حصدوا زرعتكم هي أسرة أحمد محمد سعد اللي ابنها اتقطع واتاخدت أعضائه بالمنظر المهين ده، اللي ابنكم الفاجر أخد أعضائه وما شالوش لجفن حتى. ملكوش أي حق إنك تتكلموا، ولا ليكوا أي حق إنك تعتبوا على حد إن صوركم نزلت. يكفي إن انتوا بتدفعوا ضريبة صغيرة قد كده، رغم إن انتوا المفروض تتعاقبوا عقاب كبير. كان نفسي وهفضل اقولها من ايام اول قضية مسكتها، يكون عندنا قانون يحاسب الاهالي عن الاهمال. قضية زي دي ابتدأتها الاسر وانتهت عند احمد محمد سعد. اذا كان علي الدين اللي اهله ما انتبهوش ليه ان هو بيقعد 24 ساعة على اللابتوب وان هو اصلا شخص عدواني ودموي، اذا كان طارق القهوجي اللي اكتسب اساسا الشهرة بتاعت القهوجي دي من رميته في الشارع على الرصيفة بسبب اهله، وفي الاخر تسببوا لنا في وحش كاسر تخلص من طفل كان بيثق فيه. ده بالنسبة للجزئية دي اخر كلمة هقولها، انتوا مالكوش حق تتكلموا في موضوع زي ده، انتوا اللي غلطتوا من الاول، والنتيجة المجتمع بيدفعها دلوقتي. المجتمع دلوقتي بيدفع نتيجة زرعتكم وتربيتكم الخاطئة واهمالكم. اخر حاجة هواجهكم بيها لتاني مرة، ابنكم شاذ، حرامي، قتال قتلة، بيتجر في البشر، ما عندوش رحمة ولا انسانية. ابنكم قريب قوي هتاخدوا جثمانه بعد ما يتعلق على حبل عشماوي. فاتمنى منكم التزام الصمت، ما دام انتوا كده كده اتبريتوا منه مش هترفعوا له محامي. نيجي للجزء الاهم، احنا كده خلصنا من الموضوع ده خالص تمام. ناس انا مش عارفه اشتمهم واقول لهم ايه، هم اصحاب منصات اعتقد كده، جالي اخباريات كده ان في ناس طالعه تدافع عن طارق وبيقولوا يا حرام مسكين استرقفوا بيه، ده مش بايده. حضرتك بتدافع عن قاتل وسفاح قام بجريمه بشعه زي دي، فهو انت سفاح ذات نفسك. لما انا اسمع ان شخص بيقول
اصلي اهل احمد محمد سعد يستاهلوا لان هم شاركوا في قتل ابنهم، فانتوا حيوانات؟ ولا هي الناس عشان غلابه فانتوا هتصطادوا في الميه العكره شبهكوا كده بالظبط؟ هتبداوا تلطخوا في الكلام وتركبوا كده على الموجه على حس اهل احمد محمد سعد. كفايه الناس الوضع اللي هم فيه، كفايه خسارتهم لاحن حد عليهم في البيت ده، اللي كان ما بيصدق يمسك قرشين عشان يوديهم لامه ياكل بيهم اكله حلوه. الاهل فيهم اللي مكفيهم وانتوا ما بتستحوش على دمكم. يعني انا حتى مستحرمه ان اقول ايه عليكم ايه، ان لو كنتوا ابتليتوا ببلوه زي دي كنتوا هتحسوا، لان انا ما اتمناش بلوه زي دي لألد اعدائي بجد، لان هي بلوه صعبه جدا واختبار من ربنا قد ايه لازم ناس تكون عندها قوه ايمان وصابرين على الوضع اللي هم فيه. الناس زي دي مريضه، القنوات اللي زي دي بجد مريضه. اوعى تفكر ان انت لما تكسب مشاهدات على ان انت تلطخ في الاخبار وتظلم ناس هو ده المكسب. بكره هتقف بين ايدي ربنا وتتسأل عليها. احنا هنا لما بنتهم ابو علي الدين اولا عشان اسباب كتير قوي، حتى لو الحكومه برأته فهو في نظر المجتمع هو غلطان، لان علي الدين قاصر لسه كان محتاج تربيه، مش كبر وترعرع وخلاص بقى هو حر فهو في اختياراته. احنا بنتكلم على عيل عنده 16 سنه 15 سنه ونص، مش بنتكلم على واحد عنده 26 سنه. فهنا بقول لكم ان الاب مسؤول بنسبه كبيره حتى لو مش مسؤول قانونيا، مسؤول قدام ربنا، لان ربنا وصانا واخبرنا في قرانه ان كل راعي مسؤول عن رعيته. فبالنسبه لي والد علي الدين مسؤول عن رعيته وهو فشل، هي المفروض وهيتحاسب عند ربنا اكبر حساب. انما لو ما تحاسبش قانونا عند المجتمع هو مجرم، وقدام الله فهو اثر في تربيه رعيته. شكرا ليكم، اتمنى مكنتش طولت عليكم، وهستنى رايكم في اللي بيحصل، واستنوني في حلقه تانية على قناه العرافه.